المفاصلة المزيج والتفاني اللي كان موجود في الميدان، الآن بدأ كل واحد يدور على مطمع ويسمي حزب ويطلع حاجة، وبدأت الناس تنقسم على بعض، وبدأت فزاعة الإخوان اللي كانت بتستخدم من النظام للغرب. أصبح الآن اليساريين والعلمانيين وكده بيستخدموا فزاعة الإخوان ويخوفوا الشعب بأن الإخوان هم يا الإخوان يا الحزب الوطني. خليني أقول لحضرتك الكلام ده بدأ يظهر من يوم الاثنين، اللي هو 14 مش من يوم الجمعة، لكنه تفاقم يوم الجمعة. تفاقم يوم الجمعة، والميدان يوم الجمعة بالليل تحول إلى مولد السيدة زينب ولا مولد الحسين، وأصبح أنا مشيت من الميدان الساعة 7 بالليل. نعم. لأن أنا فضلت موجود، أنا خايف تحصل مصيبة في الميدان. أنا ماشي من الميدان وشايف على أطراف الميدان العربيات الحنطور بدأت تيجي علشان اللي عاوز ياخد لفة ب2 جنيه ولا ب5 جنيه. ومش عاوز أقول لحضرتك أنا بكيت وأنا ماشي من الميدان، لأن أنا شعرت إن إحنا ما اتعملش حاجة في الميدان يوم الجمعة غير القداس وخطبة الجمعة. وللأسف الشديد الإعلام ركز وغطى على خطبة الجمعة بطريقة شاذة وسلبية وترك القداس تماما، لم يتكلم. رغم وعلى فكرة ده بشكل دائم يعني، رغم ان هذا القداس اللي كان يوم الجمعة كان قداس تاريخي، لان هذا القداس كانت لأول مرة نعمل قداس يشارك فيه الكاثوليك والإنجليين والأرثوذكس، وده كان في حد ذاته حدث. لكن اليوم انتهى على خير، وده كان أهم حاجة يعني كنا بنسعى إليها. شاهد الحدث لحظة وقوعه عبر الجزيرة مباشر. تفاعل معه عبر الجزيرة نت وأينما كنت، ولأن الوقت لا ينتظر، الجزيرة موبايل، أخبار العالم بين يديك. الشعار كان في اليوم ده: الشعب يريد تطهير البلاد. نعم. لأن حكومة أحمد شفيق بقيت حتى يوم 24 فبراير. تم تكليف عصام شرف بناء على توصية من يعني مجلس الأمناء واللجنة التنسيقية وائتلاف الشباب. واعتبر عصام شرف هو أول رئيس وزراء يأتي بخيار الشعب منذ العام 1952. نعم. لكن أيضا الدنيا لا زالت رغم مرور عدة أشهر كما هي، وهناك مخاوف كثيرة من اختطاف الثورة. أنت خايف على الثورة؟ لا، أنا مش خايف على الثورة. ليه؟ جواك يقين مش لاقيه عند ناس كتير. لأن زي ما قلت لحضرتك أنا موقن أن هذه الثورة صنعها الله عز وجل، وهذه الثورة لخير مصر والخير العرب، ومصر لها رسالة. ربنا عز وجل خلق كل شيء في هذا الكون بقدر وله رسالة. الناس اللي بيقولوا أن مصر ليه تحارب عن الفلسطينيين وإحنا مالنا ومال فلسطين، مالنا ومال سوريا، مالنا، ده قدرنا ودي رسالة مصر. وربنا عز وجل أراد بهذه الثورة بداية العودة إلى الأمة أو الولايات المتحدة العربية، ولذلك أنا على يقين بهذا الأمر الآخر، وهي قضية رسالة مصر. وأن بس مصر الشعب لم يأخذ شيئا إلى الآن، يعني لا زالت السلطة في يد العسكر، وكثير من رموز النظام السابق كما هم محافظين، محليات كما هي، وزراء كتير سابقين موجودين في الحكومة الحالية. الحكومة خليني أقول لحضرتك شيء، عمالين يغرقوا الناس في اليوميات والاحتياجات والسولار من البداية إحنا ما خططناش للثورة. كل التحليلات والمحللين والاستراتيجيين والأيديولوجيين اللي كانوا بيتكلموا قبل يوم 24 يناير مش يوم 25 يناير، أو اللي كانوا بيتكلموا يناير، محدش أبدا كان بيتخيل اللي حصل، واللي حصل كذب كل التوقعات.
والتوقعات اللي موجودة دي أنا متأكد إن اللي حصل واللي هيحصل هيكذبها. الشعب المصري عنده استعداد يملى ميدان التحرير ويرجع يعتصم مرة أخرى إذا سرقت هذه الثورة. أصلها بتسرق بالراحة يعني. الشعب الآن يعني أنا من وجهة نظري الثورة الفرنسية فضلت 9 سنوات وراح ضحيتها 280,000. الثورة الإيرانية راح ضحيتها 70,000 في خلال سنتين واستمرت سنتين. 70,000 دول كانوا هم كل من كان يعمل مع النظام، الطبقة الأولى والثانية والثالثة. هل إحنا كان مطلوب إن إحنا نعمل كده؟ مستحيل، وده كان قرارنا كلنا. إحنا ثورتنا الآن لها 100 يوم أو 110 يوم. ال100 يوم دول اللي حصل فيها إحنا لابد أن نتوقع حرب وهنتوقع أعداء، وللثورة أعداء. وأنا بعتبر أن الثورة ليها عدوين رئيسيين. إيه هم؟ عدو خارجي وعدو داخلي. عدو الخارجي هي أمريكا وإسرائيل، وموقف أمريكا من الثورة أثناء حدوثها وموقف أمريكا من حسني مبارك أثناء الثورة يقول إن أمريكا مش سعيدة بهذه الثورة. أمريكا غير مطمئنة إطلاقا لنفوذها ووجودها في مصر. أمريكا لن تجد نظام يخدمها كما كان النظام السابق، ولا بد لأمريكا أن تبحث عن نظام وتحاول أن توجد نظام إن لم يخدمها كما النظام السابق لكن يعطي لها بعض ما تريد. نعم. إسرائيل نفس القصة. الاثنين دول لا يمكن هيتركوا هذه الثورة تسير وتحصد ثمارها، فلا بد أن تحدث لها القلاقل والمشاكل. وأنا متخيل أن السلاح الأساسي في إيديهم هما الاثنين، السلاح الاقتصادي وسلاح الأمن الخارجي. ده في الثورة. وزعزعة الأمن الداخلي، ما دي هجيلها بقى في العدو الداخلي. العدو الداخلي ده متمثل في جزئين. جزء من كان أو بقايا النظام وأعضاء النظام والنظام نفسه. يعني أنا مش مطمئن تماما، بل أنا متأكد إن السيد جمال مبارك ولا علاء مبارك ولا الناس اللي موجودين في طرة ما بيفكروش، لا ده بيفكروا وبيخططوا. فدول اللي أنا بسميهم النظام. أعضاء مجلس الشعب، الموظفين، الوزراء اللي كانوا كل من هو مستفيد من النظام، دول عدو داخلي. هناك العدو الآخر وهو الذي تحركه أمريكا وإسرائيل، وهو من الداخل. ممكن يكون بعض هؤلاء البقايا حلفاء وما زالت أمريكا وإسرائيل تحركهم. دول باختصار شديد مجموعة أعضاء الثورة، أعداء الثورة. وعندنا عدو من نفس الثورة وهو الذي يريد أن يجني ثمار الثورة لنفسه، اللي عنده أجندة أنا بسميها أجندة شخصية مش أجندة خاصة. بس دول ظهر إنهم كتير الآن، كتير، ودول أنا بعتبرهم من أعداء الثورة، رغم إن هم ممكن يكونوا من الثورة ومن خلال الثورة. اللي عاوز يبقى وزير واللي عاوز يبقى غفير واللي عاوز واللي عاوز واللي عاوز. كل الناس دي أنا لما خرجت من الميدان يوم الاثنين أنا على يقين أن كانت هذه بداية بالنسبة لي حراسة الثورة وليست صناعة الثورة. لكن حتى بعض القوى والرموز لما قعدوا حتى يشكلوا جبهة لحماية الثورة اختلفوا على بعض وتصارعوا مع بعض، وكان منظرهم مذري للغاية، وليس هؤلاء الناس اللي كانوا بيتفانوا قبل أيام، يعني في الأسبوع الأول اللي بعد الثورة مباشرة. وفشلت كل الجبهات اللي أسست حتى تحمي الثورة. خليني أقول لحضرتك أن 90% من هذه الجبهات لم تكن صانعة للثورة، لم تكن صانعة للثورة ولم تكن فاعلة للثورة، إنما كانت اللي كنا بنسميهم ذوي الياقات البيضاء. كان يجي في الميدان ناس لابسين قمصان نظيفة بيضة مش مزيتة، ويعني حاطين برفانات، وبيسلموا على الناس اللي بيتين في الميدان بطراطيف ايديهم. الغالبية هم دول اللي كانوا بيحاولوا يصنعوا جبهات، وهي في النهاية تحولت إلى أحزاب. الآن أصبح كل ائتلاف وكل جهة أصبحت حزب
أنا عاوز أحسن النوايا بالأغلبية إن هم أحزاب حتى يشاركوا في صناعة الثورة أو صناعة نتائج الثورة. ده من حسن النية. البعض الآخر تحول إلى من يريد أن يجني ثمار هذه الثورة. الثورة دي صنعها الشعب، هؤلاء لا يمثلوا الشعب، الشعب هو الذي نزل إلى الميدان، الملايين اللي كانت في الميدان لا تنتمي إلى حزب. وخليني أقول لحضرتك إن إحنا إذا بصينا للأحزاب اللي كانت قائمة فعليا، إذا كان حزب الغد ولا حزب الوفد ولا الأحرار ولا مش عارف التجمع، ما دور هذه الأحزاب في هذه الثورة؟ هم بيقولوا كان لنا دور. لم يكن لهم دور إطلاقا. الذي كان له دور هو نقول الجمعية الوطنية للتغيير. نعم كان له دور ولا ينكره أحد، لكن هل كان حزب الوفد له دور موجود في الميدان؟ كان بيعقد مؤتمرات وبيجي أعضائه وبيقول رئيس حزب الوفد يقول إن كانت الهيئة العليا للحزب قاعدة في الميدان. لا، هذا الكلام غير صحيح إطلاقا. هو مش لازم يجوا عندكم عند المنصة احنا بتاعتكم. حضرتك كنا بنلف في الميدان وعارفين ايه اللي موجود في الميدان. وبعدين عندنا حضرتك في شخصيات الميكروفون عامل بالنسبة لها زي المغناطيس. لو الشخصية دي موجودة في الميدان لازم الميكروفون هيجذبها. ما دام ما اتجذبتش عند الميكروفون تبقى مش موجودة. انا ما بتكلمش على شخص. ما هم كانوا بيلفظوهم الشباب ما بيسمعلهمش وبينزلوهم من على المنصة. وده حقيقي، وده حقيقي، لأن الشباب ده والناس دول هم يعلموا لماذا يأتي هؤلاء. أين كنتم؟ هذه الأحزاب الكرتونية أين كانت في زمان النظام؟ هل لو اعتبرنا حزب من الأحزاب يروح رئيسه يترشح في الانتخابات وما ياخدش ولا صوت، ولما يسأل انت حتى ما اديتش صوتك ولا اولادك ادولك، قال لا انا اديت صوتي للرئيس حسني مبارك، هل دي بتعتبر احزاب؟ مستحيل. الناس دي او الاحزاب دي بدأت تبحث عن دور الان، ومع ظهور الاحزاب الجديدة وكل واحد زي ما قلت لحضرتك انا بفترض حسن النوايا، ولكن هناك من له نوايا سيئة. هناك مخاوف الآن من أن العسكر الذين يحكمون مصر منذ 60 عاما سيغيروا شكليا في النظام ويعطوا الشعب بعض الفتات وبعض التغييرات الشكلية ويبقوا في الحكم. من الذي يدفعهم إلى أن يتركوا السلطة؟ هذا تخوف موجود، لكن نسبته قد إيه؟ أنا شخصيا عندي نسبته عالية عندنا. لا، أنا شخصيا عندي هذا التخوف وإن كان بنسبة قليلة جدا. إلا أنا أتوقعه أن الجيش أو العسكر سيسلموا السلطة لرئيس منتخب. مين هو؟ دي مش هو الخوف أصلا إن الانتخابات ما تتمش وتعلن أحكام عرفية ويبقى الجيش والدنيا تتلخبط في البلد. الانتخابات هتتم إن شاء الله آجلا أو عاجلا، غصب عن أي مخلوق. عاجلا أو آجلا ستتم الانتخابات، انتخابات الرئاسة، انتخابات البرلمان، الدستور سيتم وضعه. القضية الآن متى يتم هذا؟ وعندنا دلوقتي الانقسام اللي موجود إن البعض بيرى أن يتم هذا بأسرع وقت ونقل السلطة بأسرع وقت إلى المدنيين، وهذا ما يتحدث به الجيش. ده الخطاب المعلن للجيش، وأنا هفترض حسن النوايا في الجيش وأصدق هذا الكلام. هناك قطاع آخر من الشعب ومن الثورة يريد أن يطيل هذه المدة، لكنه أيضا لا يريد بقاء الجيش، يريد تشكيل مجلس رئاسي. طب المجلس الرئاسي كيف سيتم تشكيله؟ ومين اللي هيكون؟ وهتتم انتخابات ولا استفتاء؟ طب ما دام انتخابات بانتخابات خلاص يبقى نعمل انتخابات رئاسة وانتخابات مجلس شعب وبرلمان. وأنا ممن يؤيدون إجراء انتخابات في أقرب وقت ممكن، وممن يرون الحفاظ وتنفيذ التعديلات الدستورية. الليبراليين والعلمانيين واليسار بيروا أن الآن أي انتخابات ليست في صالح إلا الإخوان المسلمين وبقايا الحزب الوطني. أنا أقول هؤلاء يبحثون عن مصلحتهم ابتداء. مصلحة مصر الأولى هي ذهاب الجيش وعودة العسكر إلى سكناتهم، حفاظا على حدود مصر وعلى التحدي الخارجي اللي ممكن أعداء مصر الخارجيين يكونوا بيرتبوه،
وسرعة الحياة المدنية في مصر. حتى لو جاء الإسلاميين، إيه المشكلة؟ إحنا عندنا دي، أنا بعتبر إن الليبرالي اللي يقول الكلام ده ومتخوف من الإسلاميين ومتخوف من فصيل معين، هذا قمة الديكتاتورية. قمة الديكتاتورية. أنا بيني وبينك صندوق انتخابي، وبيني وبينك شعب، وشعب واعي، ما هواش شعب متخلف، ما هواش شعب انت وصي عليه. سيب الشعب ده يقول كلمته، ولو جاب الليبراليين اهلا وسهلا. هم بيتهموك انكم بتصدروا فتاوى للناس ان حرام تدي لده وحلال تدي لده، زي ما حصل في الاستفتاء على الدستور. هم للاسف الشديد، وانا مش عاوز اقول احنا وهم، لان انا حد من الناس، يعني انا قريب جدا من كتير من الليبراليين، وفي علاقه بينا، وانا لم افتي يعني حتى اثناء الاستفتاء. انا قلت نعم، لكن انا كنت بدعو الناس الى الذهاب الى الصندوق وقول نعم او لا، انت حر. لكن عمري ما قلت ان اللي هيقول نعم هيروح الجنة واللي هيقول لا هيروح النار، لكن كنت بقول اللي ما هيروحش حرام عليه. في النهاية الجيش لا خد بده ولا بده وطلع اعلان دستوري اخر، وهذا كنا متأكدين منه. يعني انا شخصيا كنت متأكد، وانت كنت متأكد من هذا الكلام. لكن هي كانت القضية هي استقراء. انا شعب موجود، ما تسيب الشعب. الشعب عاوز الاسلاميين، انت ليه تفرض عليهم غير الاسلاميين؟ في ختام الشهادة، يعني ما الذي تأمله بالنسبة لمستقبل هذه الثورة ومستقبل مصر؟ أنا إن شاء الله رب العالمين متفائل جدا، مستبشر خيرا. أرى في الأفق البعيد مصر تغيرت، مصر فيها حرية، فيها كرامة، فيها عدالة اجتماعية لكل المصريين. شايف هيبقى عندنا أحزاب قوية وهتخدم مصر. شايف هيبقى عندنا برلمان حر نزيه عبر صندوق انتخابي حر نزيه. شايف هيبقى عندنا دستور يرضي كل المصريين بكل اتجاهاتهم بكل طوائفهم. شايف هيبقى عندنا رئيس جمهورية مصري منتخب نزيه ما هوش عميل، هيبقى ليه مدة رئاسة محددة. شايف ان اي حد يريد ان يقصي ويستأصل فصيل من شعب مصر هو اللي هيقصى وهو اللي هيستأصل بإيده نفسه. شايف مصر، كل حد مصري بيعيش على الأرض دي وتحت سما مصر هيجد مكان وهيجد رأيه، وهيبقى ليه حرية الرأي وحرية التعبير، وهيبقى الشعب والصندوق هو الفيصل بين كل الناس. ممكن نتعب شوية، ممكن نجوع، ممكن نعاني، لكن الحرية مش ببلاش، الكرامة مش ببلاش، العدالة مش ببلاش. مستقبل ولادنا ومستقبل بلدنا ومستقبل أمتنا لازم نضحي. أنا بعتبر إن كل اللي شاركوا في الثورة ما ضحوش. الناس اللي باتت في ميدان التحرير 18 يوم ولا شهر مش هي دي التضحية. اللي ضحوا حقيقة في ميدان التحرير وفي الثورة الشهداء والجرحى، هم دول اللي ضحوا. بقية الشعب لازم يضحي علشان ينال الحرية بتاعته وينال اللي هو عاوزه. التضحية اللي جاية دي ممكن تكون شوية خوف، ممكن تكون شوية جوع، لكن لازم نصبر عشان ننال. انت ممكن تنزل وتعتصم تاني في ميدان التحرير؟ ممكن انزل واعتصم تاني في ميدان التحرير لما هيبقى عندي يقين ان ثورتي فشلت، وان ثورتي مش هتحقق اهدافها الا بالاعتصام في ميدان التحرير. امتى تقول الثورة فشلت؟ لما يجي رئيس جمهورية مش منتخب، لما يتحط دستور بطريقة غير اللي الشعب عاوزها، لما يتعمل برلمان مزيف وفقا لإرادة غير إرادة الشعب. امتى تقول الثورة دي نجحت؟ لما تتحقق 3 حاجات هقول نجحت بنسبة 90%. ايه هي؟ برلمان حر نزيه منتخب، دستور يرضي الشعب المصري كله، رئيس جمهورية حر منتخب، تحققت 90% من نجاحات الثورة. 10% الباقية ممكن تبقى بعد 4 سنين أو 8 سنين لما يبقى عندنا رئيس جمهورية سابق ما هوش مخلوع.
شكرا جزيلا لك على هذه الشهادة، كما أشكركم مشاهدينا الكرام على